بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلابنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي معاك اقوى ريفيجن هتراجع معاها اسئله شهر نوفمبر على الدروس اللي هتكون موجوده معاك في الامتحان ان شاء الله رب العالمين في الثلاث فروع بتوعنا اللي احنا بندرسهم، الجيومتري والتريجنومتري والالجبرا. طيب تعالى كده مستر نقول ايه الاسئله او ايه الدروس اللي هتدخل معانا في امتحان شهر نوفمبر. طيب الريفيجن هتمشي ازاي؟ احنا هنعمل سامري على الدروس اللي احنا بنتكلم فيها. طب بعد ما نخلص السامري ده هنبدا نحل كل الاسئله اللي موجوده في الشيت ده. طب الشيت ده هتلاقيه موجود PDF معاك في السيشن اللي موجوده معاك، سواء انت على الموبايل ابلكيشن او على اي بلاتفورم من اللي احنا شغالين عليها. فيلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه، احنا عندنا الدروس اللي موجوده في الجيومتري. ايه هي؟ قال لي مستر احنا عندنا في الجيومتري 2 يونت. يونت 1 كانت بتتكلم في السيميلاريتي. وجينا احنا قلنا في شهر اكتوبر ان في درس اسمه الاريا اوف ذا سيميلار بوليجونز، وده كان داخل في الامتحان ولكن ما جاش عليه اسئله. ولكن دلوقتي هو قايل لك ان انت عندك ليسن 3 وليسن 4 موجودين. طب ليسن 3 ده بتاع مين؟ بتاع الاريا. وكان الموضوع بتاعه بسيط، ان احنا بنقول لو انت عندك تو سيميلار بوليجونز، بوليجونز دي تنطبق على التريانجل. طب هنثبت السيميلاريتي؟ لا. طب لو هو ما قالش سيميلار لازم حضرتك تبقى عارف ان هم سيميلار بالطرق الثلاثه بتوع الاس اس اس والاس اي اس والاي اي. طب اثبتت ان هم سيميلار، تروح تجيب ريشيو بتوين الارياز بتاع التريانجلز، او لو هم بوليجونز تجيب الريشيو بتوين البوليجونز. وخليك فاكر من المعلومات اللي هنقولها في السمري دلوقتي ان السايد اوفر سايد ايكوال كي والبريمتر اوفر بريمتر ايكوال كي. الكده طبعا هو مين؟ سيميلاريتي فاكتور او سيميلاريتي ريشيو. طب والاريا؟ قال لي لو اريا اوفر اريا تبقى ايكوال الكي سكوارد. حلو، وهنشوف الباقي بقى الريميندر من الاريا هيبقى عامل ازاي. ده كله في ليسون 3. طيب الجزء الرابع او ليسون 4 اللي هو الابلكيشن. الابلكيشن اون مين؟ اون سيركل. كان عندك مسائل اللي هي كان فيها الاركس والكوردز والكلام ده. ايوه هي دي. هناخد هنا 3 فيجرز. ال3 فيجرز دول يا اما يجيب كل واحد لوحده في مساله، يا اما يعمل تجميعه كده لكذا فيجر مع بعض. تمام؟ فخلينا برضو نراجع الجزء ده. طيب ليسن 1 في يونت 3. يونت 3 اخر يونت في الجيومتري، وهي اصلا 2 ليسنز. هناخد الليسن الاولاني اللي هو بتاع البروبورشنال بارتس والبارallel لاينز وثالث ثيرم. حلو كده؟ طب ماشي، يبقى ده بتاع البارallel لاينز. يبقى انا عندي كام ليسن همتحن عليهم؟ 3. طب تعالى للالجبرا. الالجبرا كنا برضو واحنا في شهر اكتوبر قلنا يا جماعه ان احنا هنراجع جزء من حاجه اسمها السم والبرودكت بتاع الروتس، او الدرس اصلا اسمه ايه؟ اسمه الريليشن بين الروتس والكوفيشنت بتاع الايكويشن. طب يعني ايه؟ يعني مثلا السم ايكوال مين؟ نيجاتيف بي اوفر اي. طب البرودكت ايكوال مين؟ سي اوفر اي. يعني هنا احنا هنتكلم عن الدرس بتاع السم والبرودكت اللي فيه ال بلس ام والال باي ام، وهناخد شويه مسائل ادفانسد بقى. تمام؟ اللي هو الفورمينج بتاع الايكويشن. لو ادي لك ايكويشن التو روتس بتوعها ال وام، كون لي ايكويشن ثانيه التو روتس بتوعها ال سكوارد وام سكوارد، ال بلس ام وال ماينس ام، الحاجات دي. تمام؟ وهنعرف الريليشن بين الروتس والكوفيشنت اللي هم الاي والبي والسي. طيب ليسن 4 وده درس جميل جدا اسمه الساين اوف فانكشن. هناخد منه جزء بس، مش كله داخل في الامتحان. جزء اسمه الساين اوف كونستانت فانكشن. يبقى احنا هناخد الساين اوف فانكشن. حلو؟ حاجه اسمها الكونستانت بس هي اللي علينا، واللينير. طب هم كام؟ هم 3. احنا هناخد 2 بس، ودول اسهل 2، اللينير والكونستانت. حاجات كده بسيطه. طيب تعال نروح للتريك. التريك احنا خلصنا درس اسمه الدايركتد انجل ليسون 1، خلصنا درس اسمه السيستم ميجرنج اللي هو الراد والديجري ده ليسون 2. ليسون 3 اتكلمنا عن حاجه اسمها تريجنومتريك ريشيو، يعني ايه ساين ومقلوبها كوسيك، كوساين مقلوبها سيك، تان مقلوبها كوتان، واستيك رول واليونت سيركل. حلو جدا. بعد كده رحنا لحاجه اسمها الريليتد انجل اللي هو ليسون 4. ريليتد انجل بتاع الانجل الطيبه والانجل الشريره والحاجات دي. قلت له ماشي. ليسن 5 اللي هو بتاع الكيرف او الجراف. الجراف بتاع الفانكشن، وده برضو موضوع بسيط هنجيب فيه حاجه اسمها الماكسيمم فاليو، المينيمم فاليو، الرينج، الدومين، البيريد بتاعت الفانكشن بتبقى عامله ازاي، وكل الكلام البسيط ده. طيب كده ده اللي المفروض ان انت داخل تمتحن فيه.
طيب يبقى خليك فاكر كده، انت عندك كام درس في الجيومتري؟ 3. كام درس في الالجبرا؟ 2. كام درس فين في التريج؟ برضه 2. حلو. طيب هنبدا دلوقتي بالسمري بتاع الجزء بتاع الجيومتري. طب مستر هنقول ايه في الجيومتري؟ اول حاجه يا معلم ان احنا عندنا 2 بوليجونز او 2 تريانجلز. ما هو تريانجل هو بوليجون. قال لي حلو، في كام سايد؟ في 3 سايد. بس النمبر اوف بوليجونز اللي انت بتتكلم عنها يا مستر، البوليجون ده فيه مجموعه من السايدز. حلو. طب انا لو قلت لك البوليجون الكبير سيميلر للبوليجون الصغير، قال لي نقسم ده لنمبر اوف تريانجلز كورسبوندنج ليهم نمبر اوف تريانجلز هناك. يعني هنا قسمناهم 3 هيبقى قصادهم 3 هناك بس زيهم بالظبط. قال لي جميل. يعني واحد اسمه مثلا اي بي سي يبقى اللي هناك اسمه اكس واي زد على حسب مين؟ ترتيب البوليجونز. يعني لو انا عندي بوليجون 1 اسمه A B C D E، وانا قلت لك ان هو سيميلر لبوليجون 2 اللي اسمه مين؟ X Y Z L M. بص بقى، لما تيجي تشتغل خد الكورسبوندنج فيرتسيز. يعني اي بي سي يبقى سيميلر لمين؟ اكس واي زد. يبقى التريانجل اي بي سي هيكون سيميلر للتريانجل مين؟ اكس واي زد. طب مستر لو انا قلت التريانجل سي دي اي، قلت له ماشي سي دي اي هيبقى سيميلر للتريانجل مين؟ زد ال ام. ده اللي زيه هناك. دي انا عارفها اصلا من السيميلاريتي. حلو قوي. طب احنا هنا النمبر اوف تريانجلز بنحسبه ازاي؟ قال لي النمبر اوف تريانجل، وده ممكن يجي لك سؤال، نمبر اوف تريانجلز ايكوال ان ماينس 2. مين الان؟ النمبر اوف سايدز بتاعت مين؟ بتاعت البوليجون. يعني لو هو بنتاجون يبقى 5. يبقى عندنا كام تريانجل؟ ان ماينس 2، 5 ماينس 2. طب لو هم هيكساجون يبقى معنى كده 6 ماينس 2 يطلعوا 4. ده النمبر اوف تريانجل اللي موجودين هيبقوا سيميلر. ماشي؟ كل كلامي عن السيميلاريتي. قلت له طب حلو. يبقى انت دلوقتي لو قلت ان انا عندي بوليجون 1 سيميلر لبوليجون 2، قلت له جميل. يبقى معنى كده ان سايد 1 اوفر سايد 2 من السيميلاريتي، قلت له حلو، يبقى اسمه كي. قال لي ماشي. والبريمتر 1 على البريمتر 2 برضه هيبقى اسمه كي. قلت له ماشي. وكنا قايلين يا جماعه في كمان حاجه ثانيه، ان انت لما بتيجي تشتغل بتبقى عندك حاجه اسمها سيميلاريتي ريشيو. ممكن يبقى اسمها شرينكينج او انلارجمنت او ايه كونجرنسي، لو هي جريتر ذان 1 او ايكوال 1 او بتوين الزيرو وال1، لانها ما ينفعش تبقى بزيرو وما ينفعش تبقى نيجاتيف. حلو. طب مستر لما نيجي بقى نشتغل في التريانجل، قلت له ماشي تعالى اعمل التريانجل. التريانجل الاول سيميلر للتريانجل الثاني، قلت له حلو. يبقى سايد 1 اوفر سايد 2 ايكوال بريمتر 1 اوفر بريمتر 2 بالترتيب. خدت بالك؟ يعني لو قلنا الصغير سيميلر للكبير يبقى السايد الصغير على السايد الكبير، بريمتر الصغير على البريمتر الكبير. اسمع دي بقى، هايت الصغير ايه ده؟ الهايت الهايت بتاع التريانجل الاول سيميلر لي الهايت بتاع التريانجل الثاني. يعني ايه؟ يعني كورسبوندنج لي الهايت اللي هنا والهايت اللي هنا، الريشيو ما بينهم هتكون برضو ايكوال كي. البيز 1 والبيز 2، قلت له ماشي، ميديان 1 وميديان 2، بايسكتور 1 وبايسكتور 2، كل دول اسمهم مين؟ كي. اما لما نيجي نقول الاريا 1 اوفر الاريا 2 ايكوال مين؟ كي سكوات. ونفس الكلام هنا هنقول برضو لو اريا 1 بتاعت البوليجون الاول على اريا 2 بتاعت البوليجون الثاني هيبقى برضو اسمها مين؟ كي سكوات. يبقى ايه الفرق ما بين الكي والكي سكوات؟ الكي ريشيو بتوين سايدز او بريمتر او هايت او ميديان، حاجات بتقاس بالسنتيمتر. حلو. طب والكي سكوار بتوين اريا واريا ليه؟ لانها حاجات بتتقاس بالايه؟ سنتيمتر سكوار. خليك فاكر الحته دي. قلت له طب ماشي جميل جدا القصه دي. تعالى بقى اقول لك على حاجه كمان. ايه بقى الحاجه كمان؟ ان انا عندي تو تريانجلز هاف سيم بيس او هاف سيم هايت. قلت له يعني ايه هاف سيم بيس؟ قال لي مثلا زي التريانجل ده والتريانجل ده، دول مش سيميلر. قلت له صح. طب ينفع نطبق عليهم ريشيو هنا؟ قال لي بس ملهاش دعوه بالسيميلاريتي خالص. ده اسمه هايت 1 وده اسمه هايت 2، وهنا هي نفس البيس. عارف معنى كده ايه؟ قلت له معنى كده ان اريا 1 اوفر اريا 2 ايكوال H1 هايت 1 اوفر هايت 2 بدون الدخول. هقول كي؟ مفيش كي اصلا هنا. نوت سيميلر. بص اهو، حتى لو هما نوت سيميلر. ماشي؟
طب تعال حاجه تانية برضو من الحاجات اللي بيجيبها الراجل في الامتحان، ايه هي؟ يبقى عندي ترينجل كده كبير كده اهو، ليه هايت اسمه هايت 1، قلت له ماشي. ويجي ترينجل تاني صغير ازرق اهو عامل كده، مش الاتنين دول ليهم نفس الهايت؟ قال لي اه ليهم نفس الهايت، بس ده ليه بيز 1 وده اسمه مين؟ بيز 2 كبيره دي. يبقى هنا هنقول ان اريا 1 اوفر اريا 2 ايكوال بيز 1 اوفر بيز 2، واثبتناه واحنا بنشرح. تمام، هاف بيز باي هايت، فشلنا الهايت مع الهايت عشان هو كومن، والهاف مع الهاف بقى بيز 1 اوفر بيز 2. حلو، نقدر نقول ان ده كي؟ لا برضه، لان دول ما ايه؟ نوت سيميلر. دي برضه من الحاجات المهمه في الدرس ده مستر. بس ساعات بيطلب مني اريا بتاعت حاجه مش تريانجل. زي ايه مثلا؟ تعالى كده اهو، يجي هنا مثلا يقوم عامل ايه؟ يقوم قايل لك انا عندي تريانجل كبير كده، وهنا ترينجل صغير مثلا. حلو، ويقول لك مثلا ان الانجل دي قد الانجل دي. حلو، فانت عارف ان الانجل اللي فوق دي كومن، قلت له ماشي. فيجي يقوم قايل للراجل ايه؟ هل هم سيميلر؟ نقول ان هم سيميلر. ليه؟ لان في تو انجل في الصغير قد تو انجلز فين؟ في الكبير. ما دي كومن، الانجل اي دي كومن والبي قد الدي، فبقى الترينجل الصغير سيميلر للكبير. حلو، يقوم الراجل ايه؟ مدي لك ريشيو بتوين السايدز، يقول لك مثلا دي ب 1، حلو، ودي كلها مثلا ب 5. قلت له حلو، فنعمل ايه بقى معلم؟ يجي الراجل يقول لك ان احنا اكتشفنا ان اريا 1 اوفر اريا 2 ايكوال مثلا 3 اوفر 5. حلو، يعني الصغير ده 3 بارتس، 3 كي مثلا او 3 ام او 3 اي او اي حاجه، حته ب 3، حط كونستنت. حلو، والكبير كله ب 5. قلت له يبقى ده بكام؟ قال لي ده ب 2 ام. ايه ده؟ يعني الحته المنقطه دي هتبقى الباقي؟ قلت له ودي حته هو بيلعب عليها على طول. يعمل ايه بقى يا معلم؟ يقوم قايل لك ايه؟ بص دي، يقوم قايل لك انا جبت السايد ده والسايد ده، فلقيت ان الريشيو ما بينهم برقم، ده كي، سايد مع سايد كي. فيقوم قايل لك يبقى الاريا اوفر اريا بكام؟ فانت تجيب الكي سكوير فيطلع ده مثلا. حلو، فيجي يقول لك ايه؟ طب انا عايز الاريا دي بكام؟ يا ابن اللذينه، طب ما انا دلوقتي معايا اريا الصغير ومعايا اريا الكبير، ماينسهم من بعض، ده اسمه الباقي. قالوا كده؟ خد بالك عشان الحته دي برضو بتيجي في الدرس ده. طب مستر بعد كده هنعمل ايه؟ نروح للدرس بتاع السيركلز. ما هو انت عندك في يونت 1 تو ليسنز بس، السيركلز والدرس بتاع الارياز. طب تعالى نشوف السيركلز دي هنعمل فيها ايه. تعالى نلخص الدرس كله في الثلاث رسومات دول. ايه يا مستر الموضوع ده؟ اول حاجه انا عندي هنا كورد اسمه اي بي، قطع كورد تاني اسمه سي دي، واثبتناهم من السيميلاريتي، عملنا كده كونستراكشن وجبنا ريشيو. حلو، ولكن هم اتقابلوا في نقطه احنا هنسميها النهارده ام. قلت له جميل، عارف ده معناه ايه؟ قلت له معناه ايه؟ قال لي معناه بعد ما اثبتنا ان الاي ام باي الام بي، بص اي ام باي ملتبلاي، قلت له ماشي، الام بي ايكوال، بص بقى الحته اللي جايه دي اللي لونها احمر دي اهي، الام سي باي الام دي كنا مسميها المروحه، ام سي باي ام دي. ايوه هي دي. خدت بالك ان هنا في ام وهنا في ام وهنا في ام وهنا في ام، ليه؟ لان هم كلهم بيتقابلوا عند الام. مستر طب ما دي كده سهله، اول ما تجي لي احلها. حلو، بس خد بالك من ايه؟ ان لازم ده يبقى كورد كامل. ايه ده؟ هو ممكن يدي لي كورد مش كامل؟ تعمل ايه؟ اكمله. يعني اعمل ايه؟ اكمل السيركل كده واشد ده، وفي اوقات كتير بيبقى ده دايمتر. يعني بص هنا السنتر اهو، ده مش دايمتر، بس لو بقى دايمتر عادي. ليه؟ لان الدايمتر هو اكبر كورد موجود. فيبقى انا عندي هنا تو كوردز انترسكت internally او انسايد السيركل، فبنجيب بارت صغير باي بارت صغير على نفس الايه؟ الكورد، البارت ده باي البارت ده. طب تعالى على نفس الكورد ده باي ده، تعمل دول ملتبلاي ايكوال دول بس. طب تعالى هنا عندي تو كوردز، واحد اسمه برضو اي بي، واحد هنا اسمه سي دي، بس يتقابلوا اوت سايد ولا انسايد؟ اوت سايد. راحوا عند البوينت اللي اسمها مين؟ ام، ورحنا برضو عملنا كونستراكشن واثبتنا والقصه دي كلها. قلت له تعالى لي بقى هنا، ايه اللي هيحصل؟ قال لي هنا هنقول البارت الصغير ام اي باي البارت الكبير ام بي، يبقى ام اي باي ام بي، ما تخرجش بره الكورد، يعني ده باي ده، ما تروحش هناك. ايكوال، بص بقى كتبت ايكوال، روح هناك بقى يا معلم براحتك. تعالى بقى للاحمر،
ام سي باي ام دي، ام سي باي ام دي. قلت له طب ماشي نيجي لدي، ايه اللي فيها؟ قال لي لا دي ما فيهاش كود، ده فيها تانجنت اهو اسمه ام اي، وهنا حاجه اسمها بي سي. طب دي هنعملها ازاي؟ كنا برضو عملنا كونستراكشن كده وكونستراكشن واثبتناها، بس هنقولها كده ان الام اي ده هنمشي عليه كام مره؟ مرتين، يبقى ام اي سكواد، وهنا ام بي باي ام سي، ام بي باي ام سي. بس يا معلم ادي كده الدرس. مستر كان في حاجات بقى كومن تانجنت وفي سيمي سيركل، هنشوفها في الاسئله، بس دلوقتي ده المين بتاعك، ولما تيجي تشتغل خد بالك من الحاجات دي، احنا بنشتغل مع كوردز. طب لو هو مش كورد كمله. طب مستر دول اللي بيتقابلوا اوت سايد، قلت له ماشي، ودول اتقابلوا ان سايد، حلو. طب جيب لي مساله فيها ميكس، اشتغل دي لوحدها اجيب منها النوت، بعد كده ارجع اشتغل مع دي. طب لو حط دي مع دي برضو نفس الكلام، وهتقابلني مسائل كتيره على الجزء ده. حلو كده يا معلم؟ قال لي ماشي. طب مستر طب الريشيو دي بقى لما نيجي نشتغل بيها لازم نثبتها؟ لا ما تثبتهاش. حلو. ليه؟ قال لي عشان انت دلوقتي دي كلاري احنا اثبتناها ودرسناها خلاص، خلص الموضوع، فبتبدا تشتغل بيها على طول، او بنسميها ريزلت 1 وريزلت 2 ريزلت 3. حلو كده؟ منين كل ده؟ تطبيقات على مين؟ على السيميلاريتي. طب ماشي كده ايه؟ قال لي كده الليسن ده خلص يا راجل. خلصنا. نشتغل بقى على الدرس اللي بعده. طب الدرس اللي بعده بتاع الباراليل لاينز ده عملنا فيه ايه؟ قلنا يا جماعه ان انت لازم يكون عندك باراليل لاينز، يعني هنا مثلا ده اللاين ده باراليل لللاين ده. حلو. هنا في عندي ده اسمه ترانسفيرسال وده اسمه ترانسفيرسال، قطع دول وقطع دول، فهو كمان اتقطع لتو بارتس. حلو. ايوه بص بقى البارتس اللي بقت موجوده عندي دي، النقطه دي اعتبر ان في لاين باراليل تالت ليهم، فبقى كده عندي متقطعه بارت 1 وبارت 2. حلو. تعمل ايه بقى يا معلم؟ هنا هنسمي ده بارت 1 وهنسمي ده بارت 2. طب ما هو ده كمان اتقسم لتو بارتس. قال لي حلو، فنسمي ده بارت 1 داش وبارت 2 ايه داش، كنا بنسميهم اي بي سي، وهنا مثلا اي بي داش وهنا سي داش، وات ايفر المسميات. حلو. لو انت فكرت ان انت تدخل الناس اللي في النص دي في الموضوع انت بتحل سيميلاريتي. طب مستر طب وهنا اشتغل ايه؟ لا بص بقى، حريه البارتس ان انت هنا براحتك يا باشا اشتغل اللي انت عايزه، بس الترتيب بقى مهم. يلا نقول بارت 1 اوفر بارت 2. ايه ده؟ بارت 1 اوفر بارت 2 اللي زيه هناك بنفس الريشيو. قال لي يبقى بارت 1 داش اوفر بارت 2 داش. حلو. طب تعالى هنا مستر، طب انا هشتغل بارت 2 اوفر كبير كله. قال لي ماشي، بارت 2 اوفر بارت 1 بلس بارت 2. صح. بص بقى نشتغل هناك ازاي، بارت 2 داش اوفر بارت 1 بلس بارت 2 بس داش. يعني اللي زيه هناك. حلو. فممكن اخد الصغير على الكبير، ممكن اخد الصغير على الصغير، الصغير ده على الصغير ده، الصغير على الكبير. بس انا كده ما بتكلمش على مين؟ على سيميلاريتي. لكن لو انت حبيت تدخل دول في السيميلاريتي لازم تمشي سايد على سايد كبير عشان تاخد سايد مع سايد، لكن احنا هنا بنشتغل بارتس، حتت متقطعه. حلو كده؟ قلت له ماشي. تعالى بقى هنا ايه اللي حصل؟ قال لي نفس الكلام، انا عندي هنا اللاين ده باراليل لللاين ده. حلو. وده اسمه ترانسفيرسال، هنختار النقطه دي نقول عليها انترسكشن، واعتبر برضو ان في حد هنا باراليل ليهم عشان تبقى الاجزاء المقطوعه، فده اسمه بارت 1 من الترانسفيرسال ده، وده اسمه بارت 2. قلت له عظيم. تعالى بقى هنا نحطهم بلون تاني اهو. هنا ده اسمه بارت 1 داش وده اسمه ايه؟ بارت 2 داش. طب ليه مسميهم كده؟ عشان على نفس الايه؟ الترانسفيرسال. طب يلا يا مستر هنعمل ايه؟ نفس القصه يا مستر. بارت 1 اوفر بارت 2. قلت له ماشي، يبقى بارت 1 اوفر بارت 2. خدت بالك على نفس الترانسفيرسال. هنا بارت 1 داش اوفر بارت 2 داش. ايوه ماشي اهو. حلو. وخد بالك ده ملوش علاقه بالسيركل، السيركل احنا كنا بنعمل ده باي ده جوه السيركل، لكن دلوقتي بنعمل ده اوفر ده وده اوفر ده. حلو كده؟ طب مستر ممكن نغير؟ ممكن ناخد بارت 2 داش على بارت 1 داش، يبقى ساعتها نقول ايه؟ بارت 2 اوفر بارت 1. طب ممكن ناخد الصغير على الكبير؟ قال لي ممكن ناخد الصغير على الكبير. ازاي؟ تقول لي بارت 1 اوفر الكبير كله اللي هو مين؟ بارت 1 بلس بارت 2 ايكوال. تعالى هنا ناخد بارت 1 داش. قلت له ماشي، بارت 1 داش اوفر بارت 1 داش بلس بارت 2 داش اهو. خدت بالك يا معلم؟ قال لي سهله وبسيطه. تعالى بقى هنا ايه ده؟ قال لي هنا لو انت عندك ميني باراليل لاينز، شويه باراليل لاينز كتيره. حلو. وجيت ترانسفيرسال ده اما اقطعهم، بص اقطعهم ليه؟ اقطعهم عند النقطه A وB
وسي ودي واي. حلو. وتعالى هنا قطعهم عندي مين؟ على الاي داش، وعندي مين؟ وعندي البي داش، وعندي مين؟ السي داش، وعندي الدي داش، وعندي الاي داش. حلو. فهنا اي حد مقطوع، اي بارتس هكتبها انت تكملها. قلت له طب يلا كده هنعمل ايه؟ هنبدا ببي سي. قلت له ماشي بي سي اوفر بي اي. قلت له ماشي بي اي اهو. يلا معلم، مين اللي قصاد البي سي هناك؟ قال لي بي داش سي داش. قلت له ماشي يبقى بي داش سي داش اوفر مين اللي قصاد البي اي هناك؟ البي داش اي داش. ايوه اللي زيه هناك. دي اسمها الاجزاء المقطوعه بروبورشنال. تمام كده مستر؟ طب انا جاي عم تالي ده او تاليس او تالي ثيرم او اي حاجه، الراجل قال لك ايه؟ قال لك بعد اذن حضرتك لو الحته دي قد دي. قلت له ماشي. وقد دي. قلت له ماشي. وقد دي. قلت له حلو. يبقى ده الريشيو هنا 1 to 1، الصغيره على الكبيره 1 to 2، الصغيره على الكبيره او 1 to 3، 1 to 4 وهكذا. مش اللي زيه هناك؟ قال لي اه. يبقى دول برضو قد بعض، الاجزاء المقطوعه قد بعض. طب لو ده ب 3 وده ب 3 وده ب 3 وده ب 3 قد بعض اهم، ده بكام؟ معرفش. اوعى تقول لي ده ب 3، لا معرفش، بس ده قد ده. يعني لو ده طلع ب 5 ده هيطلع ب 5 وده هيطلع ب 5 وده هيطلع ب 5. فهمت الزتونه؟ طب الجزء اللي مقطوع جوه ده، لا دي قصه بره الموضوع، بس ممكن نستنتجها ليها كده كام مساله، بس ايه هاي ليفل وبتاع. حلو. طب وهنا نقدر نشتغل بص الراجل هنا يقوم عامل ايه؟ يقوم حاطط واحد تاني بارل ليهم. بص ايه اللي حصل؟ بقى عندي حته هنا وحته تانيه هنا، دول بارت بروبورشن، والحته دي والحته دي بقوا بارت بروبورشن. تمام. طب مستر اقوم واخد واحد تاني هنا، بص بقى الحته دي والحته دي مع اللي فوق نفس الكلام. طب الصغير مع الكبير برضو صح. طب هنا الصغير برضو مع الكبير برضو صح. حلو كده. ده الملخص السريع للدرس ده. طب حلو، يبقى احنا كده رجعنا الاريا، ورجعنا الجزء بتاع الابلكيشن بتاع السيركل، ورجعنا البارتس بس بسرعه سريعه. قلت له طب حلو، تعالى بقى نشوف المسائل اللي موجوده على الجزء ده. ورقه وقلم معاك بعد اذن حضرتك، والكالكوليتر قدامك، ويلا حموكش. هنبدا دلوقتي مع كويستشن نمبر 1. حلو. وهو سؤال جميل الصراحه، وانا مختار لك الاسئله الجميله. ليه؟ لان انت المفروض الاسئله البسيطه السهله اللي هي كده انت خلصتها في الهوم ورك وفين وفي السولفيد وفي الكلاس شيت وكل حاجه معاك. حلو. طب تعالى ناخد الفكره دي ونشوف ايه القصه بتاعتها. اول حاجه الراجل بيقول لك ان ده اوبزيت فيجر فايند الاكس بس وسكت. فجينا نقول يا جماعه هو انا عندي كورد؟ قال لي اهو كورد اسمه بي اي. حلو. قلت له ماشي. وفي كورد تاني، فجه واحد قال لك دي ام. قلت له لا حموكش، ده مش كورد. وهي دي بقى الغلطه اللي انت بتقع فيها. عشان ده يبقى كورد لازم نكمله كده. فهمتك. ليه بقى فهمني؟ عشان هو قايل المستر ما بينفعش نشتغل غير مع الكوردز. ممكن يبقى دايمتر، ما هو دايمتر كورد، لكن ينفع نشتغل كده لحد الام؟ لا. قلت له طب حلو، تعالى بقى قول لي بقى الراجل ده كاتب ايه؟ الراجل كاتب الاكس. قلت له طب ما احنا واخدين رول. بيقول ايه الرول؟ بيقول الحته الصغيره دي سي دي باي سي اف دي البعيده دي. قلت له يبقى السي دي ملتبلاي السي اف ايكوال سي برضه عشان هنقف من عند السي، سي بي. قلت له ماشي ادي السي بي باي هنا مين؟ السي اي. قلت له ماشي وادي السي اي. حلو. الراجل هنا مديني شويه معلومات في المساله عايز نستفيد منهم. ايه بقى؟ الام ايه ده ريديوس. قلت له بكام؟ ب 6. قال لي طب ما هو ده كمان ريديوس. قلت له يعني ده ب 6 وده كمان ريديوس اللي انت كتبته. قلت له يبقى ده ب 6. يبقى دي كلها معانا. قلت له حلو قوي، تعالى لي. يبقى انت عندك دلوقتي اما تقول سي دي مليني بقى من هناك، سي دي بكام؟ ب 3. طب السي اف كله بكام؟ 3 بلس 6 بلس 6. حلو. ايكوال السي بي اللي هي الاكس باي سي اي. وهنا انت تعطل، ايه ده؟ السي اي اجيبها منين؟ معرفش. قلت له لا تعرف ان شاء الله. ازاي يعني يا مستر؟ قال لي الراجل مديلك ان الانجل دي قد الانجل دي، يعني السي ام اهي قد السي اي. طب السي ام بكام؟ ب 9. يبقى السي اي بكام؟ ب 9. بس يا معلم خلصت. هنعمل ايه؟ اهو مودي ال 9 دي بالديفايد يطلع الاكس ايكوال 3، ونجمع دول بالكالكليتر 6 و6 12 يبقى دي 15 اوفر هنا كام؟ 9. فلما تروح تحسب يطلع الاكس بكام؟ 3 باي 5 يعني 45. 45 اوفر 9 يطلع 5. صح كده يا معلم؟ صح يا مستر. احسبها انا برضو تاني. 3 باي 15 اوفر 9 يطلع ب 5. خلصت. التركايه بسرعه.
ان انت لازم تكمل عشان انت بتشتغل مع دايمتر او مع كورد. التريكه اللي بعدها ان دي ب 6 يبقى دي ب 6 ودي ب 6. التريكه اللي بعدها الانجل دي قد الانجل دي يبقى السي ام قد السي اي عشان ده ايسوسلس. سؤال جميل، سؤال جميل. اللي بعديه خش. هنا سؤال مباشر ما فيهوش حاجه، بس محتاج من حضرتك تركز وانت بتحل. ليه؟ عشان ده كورد اسمه اي بي اهو، وكورد تاني اسمه سي دي اتقابلوا في نقطه اسمها ان. لا دي انا عارفها يا مستر بتاعت المروحه، ده باي ده ايكوال ده باي ده. قلت له قول كده تاني 4 باي 9 اهي، والله لا اكتبها كده اهي 4 باي 9 ايكوال ها ده باي مين؟ ده بكام؟ باكس. طب وده بكام؟ باكس. اكس باي اكس يطلعوا بكام؟ باكس سكوير. يبقى 4 باي 9 36 ايكوال مين؟ اكس سكوير. انا عايز الاكس ولا الاكس سكوير؟ بص كويس، عايز الاكس. قلت له ماشي، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 36. يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 6 والاكس ايكوال بوزيتيف 6. مستر هو ما ينفعش السايد يبقى نيجاتيف. قلت له صح، يبقى ده ريفيوزد. بس بالله عليك قبل ما نبدا قلت له تبص هل الاكس هي سايد؟ ليه؟ عشان في مساله ثانيه كان مديني الحته دي اسمها اكس سكويرد ودي اكس سكويرد، فالنيجاتيف هينفع. يبقى انت ما بترفضش وخلاص. امال مين اللي بيرفض؟ المساله هي اللي بترفض. حلو. انا لو جيت عوضت هنا بنيجاتيف يرضيك؟ ما ينفعش. طب عوضت هنا بنيجاتيف يرضيك؟ لا ما ينفعش. طب لو كانت اكس سكويرد هيرضيني عادي. ليه؟ لان نيجاتيف، فتعمله باور 2 يبقى بوزيتيف، يبقى السايد بقى بوزيتيف. حلو. يبقى هنا الانسر بتاع حضرتك هو كام؟ بوزيتيف 6. حتى ما فيش نيجاتيف يعني في الاختيارات. اللي بعديه الراجل هنا برضو بيقول لك انا عايز اللينس بتاع الاي دي، وخد بالك من المعلومات اللي هو مديها لك. قلت له طب لحظه، هو ده مش الشكل بتاع التانجنت والايه والكورد؟ قلت له ماشي. فنمشي كده الحته دي باي دي كلها. قلت له عظيم. والحته دي نعملها باور 2. قولها لي بقى، قولها لي كده حروف كده اهو. اي بي سكويرد ايكوال اي سي باي الاي دي. حلو اهو. تعالى بقى نشوف. الراجل قال يا جماعه انا عايز الاي دي كله على بعضه. قلت له ماشي. مش الحته دي يا جماعه اسمها ار؟ قلت له ليه؟ عشان قد دي. يا ابن الايه لذينه، ده خلى دي ار، فاللي بره كمان بقت مين؟ ار. انت عارف دي بكام؟ بار. ليه؟ ما هو ده كله دايمتر، ما دي قد دي اوتوماتيك، دي مش محتاجه منك. بس هو كان لازم يقول ان اللي بره قد اللي جوه عشان اعرف ان هم كلهم كام ار؟ 3 ار. طب تعالى نعوض يلا. اي بي سكوير يعني 2 روت 3 اول باور 2 بالكالكليتر ايكوال الاي سي اللي هي الار باي الاي دي. بص بقى الاي دي كلها ار وار وار، ار بلس ار بلس ار، يبقوا كام ار؟ 3 ار يعني 3 ار. حلو. ودي لما نيجي نعملها باور 2 تبقى 4 باي 3 يعني 12. يبقى 12 ايكوال ار باي ار بار سكويرد. وادي ال 3 وادي ال 3 هناك، يبقى 12 اوفر 3 ايكوال ار سكويرد. فتبقى الار سكويرد بوكس دي هتبقى 4. حلو. يبقى الار هتبقى ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. قلت بقى على طول يا مستر عشان دي ريديوس، فالريديوس مش هينفع يطلع بكام؟ بنيجاتيف. يبقى الانسر بتاع حضرتك ب 2. قال لي لا استنى، هو مش عايز الاي دي، هو مش عايز الار، هو عايز الاي دي. الاي دي بكام ار؟ ب 3 ار. طب انت جبت الار بكام؟ ب 2، يبقى 3 باي 2. ودي غلطه شنيعه شنيعه. ليه شنيعه؟ عشان انت بعد ما خلصت وفهمت وعملت وحركت كل حاجه جيت تختار ما قريتش السؤال. حلو. وانا قايل لك القراءه للايه؟ للجميع، لازم تقرا. اللي بعده ايوه دي بقى انا عايزها. السؤال ده كان في الكلاس شيت ومشهور جدا. ايه هو؟ بيديني سيمي سيركل. يا جماعه انا ما عنديش شغل مع السيمي سيركل ولا عندي شغل مع اي حد مش كورد. حلو. فانت تقوم عامل ايه؟ مكمل السيركل. حلو. مش مهم يا جماعه، مش مهم، ما تركزش قوي. هنكمل السيركل اهي. ظبطت شويه نوعا ما. المهم بعد ما عملت كده بقى مستر اكمل مين؟ طب ما هو ده كورد اهو بص بادئ من هنا من على السيركل وهنا من على السيركل. طب ده كورد. قال لي لا كمله انت بقى. كده انا فهمت. ايه بقى؟ طب واللي في النص ده يا عم منتجه، اعتبره مش موجود. ده الحته دي يا جماعه مش موجوده في السؤال. إيه منتجها؟ طب حلو. تعالى بقى هنا نعمل المروحه دي. يبقى 4 باي كام؟ باي 6. اكتبها كده اهي 4 باي 6 ايكوال الحته الصغيره اللي فوق دي بكام؟ ب 2. حلو 2. بص بقى الغلطه اللي انت هتغلطها دي بكام؟ قال لي بص هي دي فيها حته اسمها اكس بلس. الحته دي بقى يا مستر اللي انت رسمتها اصلا اللي احنا جايين عشانها اسمها ايه؟ قال لي اسمها 2 بلس اكس. قلت له ليه؟ قال لي مش اللي فوق اسمها 2 بلس اكس، يبقى اللي تحت اسمها 2 بلس اكس، لان ده ريديوس وده ايه؟
ريديوس. يبقى هنا نكتب مكانها 2 بلس الاكس كلها جمعها مع بعضها يا معلم. حلو. فيطلع عندي 4 باي 6 ب 24 ايكوال 2. وهنا بص بقى العيال اللي بتغلط لما يجي يقول له ايه اكس بلس 2 يقوم قايل لك ايه 2 اكس. ده يعني مش هرد 2 بلس اكس ب 2 بلس اكس زي ما هي، ما هو دول مش لايك تيرمز عشان تجمعهم، لكن اكس بلس اكس تبقى 2 اكس بلس 2. كده كلام جميل، كلام موزون، اكس واكس ب 2 اكس حلوه وال2 جنبها، ودي 2 دي بالديفايد يبقى 12 ايكوال 2 اكس بلس 2. فيجي يقول لك طب ما تدخل دي برده صح يا حموكشه، ودي 2 بالماينس يبقى 12 ماينس 2 ايكوال 2 اكس، يبقى 10 ايكوال 2 اكس، يبقى الاكس ب 5. الحمد لله الاكس ب 5. خلصت. طب هو عايز الاكس، بص انا عيني راحت تاني فين اهو، عايز الاكس عايز الاكس. يبقى انت ما ينفعش تشتغل مع ريديوس، ما ينفعش تشتغل مع دايمتر، ينفع تشتغل مع دايمتر، ما ينفعش تشتغل مع كورد مش كامل لازم تكمله، وما ينفعش نشتغل في سيمي سيركل لازم نشتغل في سيركل كامل. ممكن يجيب لي سؤال في ربع سيركل، تمام، كواد، لا ماليش دعوه بيها، تمام ماشي. اللي بعديه، طيب هذا السؤال لسه حالين شبهه بالظبط، بس هو هنا عايز الريديوس. طب اجيب له الريديوس منين؟ اسمع، مش دي ام سي دي ار؟ قلت له والحته دي ار، زي اللي احنا عملناها من شويه وكانت 3 ار، بس دي بقى ما فيهاش 3 ار، امال فيها ايه؟ هنقف هنا، يلا قول لي الحروف اهي، اي سي باي اي دي كلها على بعضها ايكوال اي بي سكويرد. ليه يا مستر؟ قلنا احنا بنقف هنا عند الاي، نمشي كده كام خطوه؟ خطوتين، خطوه صغيره هنا وخطوه كبيره كلها. حلو، تعالى لي بقى، اي سي ب 3 3 باي الاي دي كلها على بعضها ده 3 بلس ار بلس ار ايكوال اي بي سكويرد يعني 6 سكويرد. مستر طب ادي 3 ار وار كام ار؟ 2 ار، وقلت لك بقى ما تجمعليش الحاجات اللي مش لايك عشان ما نزعلش. ودي كام؟ 36. ودي دي بالديفايد يبقى 3 بلس 2 ار ايكوال كام يا حموكشه؟ 36 اوفر 3. يبقى 3 بلس 2 ار ايكوال كام؟ 12. يبقى 2 ار ايكوال 12 ماينس 3 يعني 9، يبقى الار بكام؟ 4.5 او 9 اوفر 2. موجوده؟ غلطه مطبعيه معلش، بس دي هتبقى بكام؟ ب 4.5. حلو، واتاكد تاني ده باور 2 ايكوال الصغير باي الكبير، الكبير كله اسمه 3 بره اهي، وهنا كام؟ 2 ار، يبقى اسمها 3 بلس 2 ار. حلو كده. بعد كده جبنا الار، هو كان عايز الريديوس، خلاص خلصنا، تبقى طلعت بكام؟ ب 4.5. ما تراجعش ورايا بقى. حلو. تعالى بعد كده، هنا طلب حاجه تانية، بس خد بالك هو عامل لك هنا مطب. ايه المطب؟ ان هو مش شغال مع ايه؟ مع الدايمتر، شغال مع الريديوس عشان انت تغلط. قلت له لا يا باشا انا اتعلمت خلاص اهو، تعال، ما هي دي قد دي يا معلم، يعني دي ار دي ار، استنى ده قال دي كمان ان دي ار. ليه؟ عشان يدخل الار في الموضوع كانه وان فاريبل. قلت له طيب يلا هنعمل ايه؟ نيجي هنا هنقول مين؟ هنقول اي سي الصغير باي اي دي الكبير اهو، اللي هو الصغير هنا باي الكبير كله على بعضه. قلت له ماشي ايكوال، تعالى هنا اي بي الصغير باي الكبير، الكبير اسمه مين؟ ايه، خلي دي ال مثلا، اي ال اهي، اي ال. يلا يا معلم مليني بقى، الاي سي بكام؟ 6. طب الاي دي كلها على بعضها حته ب 6 وحته بار، يبقى اسمها مين؟ 6 بلس ار ايكوال الاي بي. فين الاي بي؟ اهي بكام؟ ب 4. طب والاي ال كلها على بعضها بكام؟ لسه عاملين واحده زيها من شويه، 4 وار وار يبقى 2 ار. حلو كده؟ قال لي نعمل ايه؟ نبسط المساله، 6 باي 6 ب 36 بلس 6 ار، 4 باي 4 16 بلس 8 ار. هات الار جنب بعضها يبقى 8 ار ماينس 6 ار، وهات لي دي 36 ماينس 16، 36 ماينس 16 ب 20، 8 ار ماينس 6 ار يبقى ب 2 ار، يبقى الار ب 20 اوفر 2 يعني كام؟ يعني 10. الحمد لله. تبص في الاختيارات ما تلاقيش 10. طب امال هو الراجل عايز ايه؟ اسمع دي بقى، عايز the circumference of the circle. ما انا معايا الار. حد فاكر يا جماعه السيركمفرنس هو مين؟ مستر 2 باي ار. يبقى 2 ملتبلاي الباي ملتبلاي الار اللي انت جبتها بكام؟ ب 10، يطلع الانسر بكام؟ ب 20 باي سنتيمتر، ده السيركمفرنس. يبقى الانسر بتاع حضرتك فين؟ طبعا يا جماعه هي في غلطه كده معلش، عشان برضو احنا كنا متسرعين شويه واحنا بنعمل الشيت، الرسمه دي مش بتاعت السؤال ده ماشي، بس احنا حلينا الرسمه وطلعنا السيركمفرنس وكل حاجه تمام ماشي. نبقى نشوف بقى السؤال ده رسمته فين، وربنا يستر في اللي جاي ماشي. يلا نروح بعد كده لسؤال تاني.
هنا قال ايه بقى؟ اي بي تانجنت، عايز الاكس، دي مظبوطه دي ان شاء الله. يلا هنا بقى ايه اللي حصل يا معلم؟ الراجل هنا عمل حركه بنت لذينه، قام مديلك، بص بص بص، شايف ايدي؟ مالكش دعوه باللي بره السيركل، اللي جوه السيركل ده تعرف تشتغل عليه. قال لي واجيب الاو سي. طب بعد ما تجيب الاو سي، لا خلاص بقت سهله وهقول لك دلوقتي، بس ركز لي بس على اللي جوه بعد اذن حضرتك. هم اتقابلوا عند الاو، ده كورد اسمه بي اي وده كورد اسمه دي سي، اتقابلوا عند مين؟ عند الاو. قلت له ماشي، يبقى نقف عند الاو، او دي باي او سي على نفس اللاين. حلو، وبعد كده او بي باي او اي. قلت له ماشي اهو، اللي هي المروحه، هنا 2 وهنا او سي وهنا او بي وهنا مين؟ او اي. يلا عوض. الاو دي بكام؟ ب 2. طب الاو سي بكام؟ معرفهاش. ايكوال الاو بي موجوده؟ موجوده ب 6. طب والاو اي ب 1. حلو، يبقى 2 باي او سي ايكوال 6، يبقى الاو سي ايكوال 6 اوفر 2. يعني بكام؟ يعني ب 3. حلو، تعالى لي بقى هنا، دي لما تبقى ب 3. حلو، انسى لي بقى القصه بتاعت اللي جوه، اطلع لي بره. ليه؟ قال لي عشان هو عايز الاكس. نقف عند الايه اهو، ده معايا؟ قلت له وده كمان معايا. حلو، طب والاحمر اللي جوه ده مالكش دعوه بيه، استنى اهو. يبقى تعالى بقى هنا تاني اهو، مالناش دعوه بالاحمر مسحناه، تعالى بقى للازرق ده باي ده. يعني ايه بي سكوير ده يا مستر؟ قلت له ماشي ايكوال، بص بقى هنا عشان ما اغلطش، همشي مين؟ اي سي، ادي الاي سي باي الكبير كله اسمه مين؟ اي دي. بص بقى هنا مش هغلط، لو انت كتبته كده صدقني مش هتغلط. نبدا باول حاجه، اي بي سكوير يعني اكس سكوير ايكوال الاي سي الصغير بكام؟ ب 4. طب الاي دي لا ده كبير، تعالى نحسبه مع بعض. 4 بلس 3 بلس الحته الاخيره اللي هنا كام؟ 2، يبقى دي ب 2 ودي ب 3 ودي ب 4، كله على بعضه يطلع بكام؟ ب 9. قلت له ماشي، يبقى الاكس سكويرد ايكوال 4 باي 9، احسبها بالكالكوليتر 36. يبقى الاكس ايكوال ده سايد، سايد واسمه اكس، يبقى بوزيتيف 6. ليه؟ لان انت لو طلعت بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني انت قلت هنا بوزيتيف اور نيجاتيف 6، النيجاتيف طبعا ايه؟ ريفيوزد، يبقى الاكس ايكوال 6. ماشي يا معلم؟ حلو، ده سؤال جميل، وخد بالك عشان هو ايه؟ مركب في حته من التو كوردز انترسكت انسايد السيركل، ومعاها تانجنت وكورد تاني، بس هو عملها على مرتين، جبنا ال3 وبعد كده ايه؟ طلعنا للي بره. سؤال كمان اهو، حلو ده. ليه بقى حلو ده؟ عشان ده في انجل 90 وفي شغل عالي. قلت له طيب تعال، الراجل بيقول ان ده ابوزيت فيجر، عايز الريديوس بتاعت السيركل. فين الريديوس ده بقى يا مستر؟ قال لي اللي هي الحته دي ار. طب مستر الحته دي بكام؟ قلت له الحته دي ب 4. طب والحته دي بكام؟ ايوه دي بقى هي دي اللي هتحل المشكله كلها. قال لي دي اسمها ار ماينس 4. طب ليه يا باشا ار ماينس 4؟ يا ابني ما هو من هنا لحد هنا ده كله اسمه ار، شلنا منه حته اسمها 4، يبقى الحته ام اي دي بكام؟ ب 4 بار ماينس 4. قلت له طب حلو، طب مش ده كله اسمه 2 ار؟ من دي لحد سي اسمه 2 ار، شيل منه الحته اللي اسمها 4 اللي تحت دي. قال لي يعني انت عايز تقول ان الاي دي اسمه 2 ار ماينس 4. حسبتها ازاي؟ بطريقتين. الطريقه الاولى ان هنا ادي ار وادي هنا ار ماينس 4، يبقى 2 ار ماينس 4، جمعت ار مع ار. الطريقه الثانيه انا جبت ده كله اسمه 2 ار وشلت منه الفور اللي تحت، بقى اسمه 2 ار ماينس 4. حلو، ده الحته مين؟ اي دي، من هنا لغايه فوق. طيب تعالى بقى هنا، هو قال ان الحته دي ب 6 والحته دي برده قدها. خلاص يا مستر، طب ما المساله خلصت ليه؟ هنيجي عند الاي ونقف. قلت له يلا نيجي عند الاي ونقف، يلا امشي لي كده. دي بكام؟ 6. طب ودي بكام؟ قدها بالظبط، يبقى 6 باي 6. يبقى هنا اي اي ملتبلاي اي بي ايكوال، تعالى بقى نقف عند الاي، اي سي اللي تحت اللي احنا جبناها هنا اهي، في اللي فوق كلها، ايوه اللي انت قلت عليها اللي هي مين؟ اي دي. بس يا معلم كلهم واقفين عند الاي اهو، ماشي؟ يلا تعالى بقى، اي بكام؟ ب 6. ودي بكام؟ ب 6 تاني. طب والاي سي ب 4. طب والاي دي والله تعبنا اهو، جبناها اسمها 2 ار ماينس كام؟ ماينس 4. حلو كده؟ قلت له ماشي، يبقى هنا 36 ايكوال، ودي ال 4 هناك بالديفايد، هنا 2 ار ماينس مين؟ ماينس 4. معانا كالكوليتر؟ يلا بينا. يبقى هنا 36 اوفر 4 ب 9، هنزود عليها 4 اللي هي دي، يبقى هنا دي 13 ايكوال 2 ار، يبقى الار ايكوال 13 اوفر 2 يعني 6.5. ماشي يا معلم 6.5 اهي. ماشي مستر، طب وال 90 دي ما استفدناش بيها بحاجه. يلا يا عم مش مشكله معلش. ماشي ماشي
تعالوا نروح لسؤال تاني. هنا بقى ال 90 هنستفيد بيها ان شاء الله يعني. ليه بقى؟ اقول لك ليه. عشان البي سي ده ملوش علاقه باللي احنا بنعمله. قلت له امال ايه؟ قال لي بص يا باشا، احنا عندنا هو الراجل عايز الدي سي، عايز الحته دي اللي احنا هنسميها دلوقتي اكس. طب احنا لما بنيجي نشتغل، مش انت عندك كورد وكورد اتقابلوا اوت سايد؟ قال لي اه عند الاي. اقف عند الاي واتكلم. قلت له ماشي، اي دي الصغير باي الاي سي الكبير. اهو بص كده، ادي الصغير اي دي ما نعرفوش، والاي سي ما نعرفوش برضه، ايكوال. تعالى بقى هنا، دي بكام؟ ب 5. طب ودي كلها بكام؟ 5 بلس 7، يبقى ده 5 اللي هو مين؟ نكتبه الاول حروف. حلو، اسمه مين؟ اهو تعالى، هيبقى اي اي باي الاي بي. بص كلهم برضو بادئين من عند مين؟ من عند الاي. طب يلا، ادي الاي دي نعرفها؟ ما نعرفهاش. طب الاي سي ما نعرفهاش، ماشي. طب الاي اي نعرفها؟ اه ب 5 الحمد لله. طب والاي بي؟ 5 بلس 7. حلو. تعالى بقى اديني معلومه اطلع منها واحد من الاثنين، ما انا الاثنين قانون دول مش هعرف اشتغل بيهم. قلت له عينيا الاثنين. شايف الانجل ال 90 دي؟ قلت له اه. بتقول ان التريانجل ده رايت. ايوه بص بقى، التريانجل ده فيه كام سايد؟ 3. معايا منهم كام؟ 2. ليه؟ لان ده كده ب 12 وده كده ب 9. نعرف نجيب السايد الثالث؟ قال لي بايثاغورس يا مستر. قلت له ماشي. يمسك الكالكوليتر 12 سكوارد بلس 9 سكوارد تحت الروت، يطلع الانسر 15. 15 يبقى الكبير ده بكام؟ ب 15. اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو الاي سي يا معلم. الاي سي ده هو اللي ب 15. طب والاي دي هنوصل لها بقى، ولما نوصل لها نحل المشكله كلها. ليه بقى؟ عشان دي ب 15، فلما تجيب الحته دي تقدر تجيب الباقي. يعني دي هتبقى 15 ماينس الحته اي دي. طب يلا ها، هنعمل ايه؟ نودي دي بالديفايد، يبقى الاي دي ايكوال 5. 5 بلس 7 يعني 12 اوفر 15. احسب دي يا مستر. قلت له نحسبها يا معلم. اهو 5 باي 12 يعني 60 مظبوط، اوفر 15 ها تطلع ب 4. يبقى الاي دي ب 4. هو انت عايز الاي دي؟ لا انا عايز الدي سي. طب يا معلم، ما هو الدي سي هيبقى عباره عن الاي سي اللي هو الكبير ماينس الاي دي اللي هو الصغير. فالاي سي احنا استنتجناه من بايثاغورس طلع ب 15 ماينس ال 4، يطلع الانسر بكام؟ ب 11. شكرا خلصت. تمام. كمان سؤال. هنيجي بقى دلوقتي للسؤال ده اللي بيكلمني عن similar triangle. طب ماشي، similarity triangle ABC similar لتريانجل ADEF DEF. تاني هنيجي دلوقتي للسؤال نمبر كام؟ 10. بيقول لك similar triangle اسمه ABC similar لتريانجل DEF. خد بالك من الترتيب. وقال لك ان الايه اللي هي الاريا يعني بتاعت التريانجل الاول 9 من الاريا بتاعت التاني. قلت له ماشي. ومديني الدي اي، تعرف تجيب الاي بي؟ قلت له لحظه كده، هو انت مديني ريشيو بين الارياز ولا انا بيتهيأ لي؟ قال لي اه. ازاي؟ اكتبها كده يا مستر. قلت له اريا، هو كاتبها ايه؟ التريانجل اي بي سي. قلت له حلو، اوفر اريا بتاعت التريانجل اللي اسمه دي اي اف. قلت له عظيم. بكام؟ قال لي ب 9 اوفر 1. 9 يعني، ما انت لما وديت دي بالديفايد اتبقى هنا ال 9. حلو، فبقى عندي ريشيو اهي. فاجي اسالك هي دي كي ولا كي سكوارد؟ قال لي لا يا مستر، اريا اوفر اريا يبقى دي كي سكوارد. فالكي سكوارد ب 9 يبقى الكي بكام؟ ما تقوليش نيجاتيف عشان دي ريشيو هموكش بتوين سايدز وارياز، فلازم يكون رقم بوزيتيف اهو. يبقى الكي ب 3. طب حلو يا مستر، اعمل انا ايه بقى؟ يا باشا ما هو مديك سايد وعايز السايد الثاني. بص بقى الغلطه اللي انت ممكن تغلطها، انت هتقول دي اي اوفر اي بي ولا اي بي اوفر دي اي؟ هتفرق؟ طبعا هتفرق. ده اوفر ده. يبقى انا عشان اشتغل بالكي مظبوطه فيبقى اخد حد من هنا. مين هو؟ الاي بي اهو، ادي الاي بي اوفر. تعالى هنا، مين اللي قصاده؟ الدي اي اهو، ادي الدي اي. ايكوال كي ولا كي سكوير؟ لا كي بس، يبقى هنا 3. خدت بالك من الترتيب؟ حلو. الاي بي عايزينها، قلت له الاي بي عايزينها. طب الدي اي بكام؟ قال لي الدي اي ب 4. يبقى هنا دي كام؟ 3. كروس مالتيبليكيشن يطلع الاي بي ايكوال 12. بس خلاص يا معلم. فهمت حاجه؟ يا مستر انا فهمت ان انت لازم ترتب. واحد، الريشيو اللي بتوين الارياس هيبقى اسمها كي سكوير، ده اجيب الكي نفس الترتيب من هنا هاخده هنا. تمام، عشان انا ممكن اشقلب تروح الدنيا في داهيه. ليه؟ تبقى انت شغال انلارجمنت وتحولها هنا ايه؟ شرينكينج. لا كده انت الدنيا مظبوطه. اللي بعده كويشن نمبر 11. ها، عمل ايه بقى الراجل هنا؟
الراجل قال لك ان انا عندي اي دي انترسكت السي دي في نقطه اسمها ايه، اتقابلوا. فيجي واحد ساذج تمام، يعمل ايه؟ يقول لك ده باي ده يا ابني فين السيركل؟ طب مستر ما ريشو فين البارل؟ مفيش الكلام ده، اصحى. قلت له طب ماشي، هو عايز ايه؟ قال لي ان الاريا بتاعت ده ب 900. قلت له ماشي، عايز الاريا بتاعت الدي اي بي، دي اي بي اللي هو ده، والاريا بتاعت الاي سي اي ده ب 900. طب اعمل ايه بقى يا معلم؟ هل هم سيميلر؟ قال لي اه طبعا سيميلر. عرفت منين يا عم يا بتاع طبعا؟ قال لي يا مستر بص، دي قد دي فيرتيكالي اوبوزيت. قلت له صح، والسي قد البي. قلت له جميل. قال لي الترتيب عشان هو اهم حاجه. قلت له يلا، يبقى نقول التريانجل الاول سيميلر للتريانجل الثاني. طب انا علمتك ايه؟ اكتب واحد رتب الثاني عليه. قلت له ماشي يلا، اي سي اي. قلت له ماشي، اي سي اي. يلا مين اللي قد الاي وهنا؟ الدي. مين اللي قد السي وهنا؟ البي. مين اللي قد الاي؟ الاي، ما هي اللي باقيه. يلا نجيب ريشيو. قلت له ريشيو لمين؟ قال لي مش انت بتقول ده اوفر ده؟ قلت له اه. يلا يبقى الامبريلا اي سي اوفر دي بي ايكوال سي اي. قلت له ماشي، سي اي اوفر بي اي ايكوال هنا اي اي. قلت له ماشي اوفر دي اي. قلت له عظيم. تعال نعوض عشان نشوف كل ده ايكوال الكي. طبعا ايكوال الكي اللي هي مستر. قال لي ما انا هجيب الكي بعد كده اقوم جايب الكي سكوير. وخد بالك هو هنا الراجل كان اصلا سخيف، قام حاطط هنا انون اسمه كي عشان يبهدل لك الدنيا. قلت له بص يا مستر، انا فاهم ان دي اسمها سيميلاريتي فاكتور او الريشيو بتاع السيميلاريتي، اما دي انون عادي زي الام ال ان. انا فاهم، انا صاحي. قلت له طب يلا هتعمل ايه بقى انت يا عم الصاحي؟ قال لي الاي سي عندنا. قلت له لا. طب الدي بي عندنا؟ قلت له لا. قال لي يبقى الريشيو دي مش هتنفعني في حاجه. طب السي اي موجوده؟ قلت له اه ب 5 كي. طيب البي اي موجوده؟ قلت له اه ب 6 كي. بص بقى دي 5 كي اوفر 6 كي. طب والاي اي خلاص بقى ما تكملش، ما انا جبت خلاص الكلام اللي انا عايزه، دي هتروح مع دي صح. يبقى السيميلاريتي دي بتاعت السيميلاريتي، بس عشان انت ما تتلخبطش تاني بالله عليك، عشان هو الراجل سخيف ان هو حاططها كي بس عشان يلخبطك. حلو، فدي راحت مع دي خلاص، فبقت الكي بكام؟ ب 5 اوفر 6. طب احنا لما بنيجي نشتغل ارياز يا جماعه بنشتغل كي ولا كي سكوارد؟ قال لي لا يا مستر كي سكوارد. نعمل ايه؟ نعمل دي باور 2، فال5 تبقى 25 وال6 تبقى 36. حلوه دي؟ قال لي تمام. تعالى بقى للسؤال بتاعك. انا مدي لك الاريا بتاع الاي سي اي وانت عايز الاريا بتاع الدي بي اي. خد بالك من الترتيب يا مستر، اي سي اي هو اللي كان فوق اهو، وهنا الدي بي اي هو اللي كان تحت. نمشي بنفس الكلام، ناخد الاريا دي نحطها فوق اهي، الاريا اللي فوق اللي هي 900 اوفر الاريا اللي انت عايزها. قلت له ماشي، بتاعت الترينجل دي اي بي اريا اهي عشان انت عارف ايكوال. ناخد نفس بقى، ناخد الكي ولا الكي سكوارد؟ قال لي لا الكي سكوارد اللي هي بكام؟ ب 25 اوفر 36. يبقى المساله هنا طويله سيكا. ليه؟ خلاك انت اللي تثبت الريشيو، تثبت السيميلاريتي وتطلع الريشيو. قام حاطط كمان ايه عقده كده صغيره، قال لك كي وكي عشان نطيرهم مع بعض. مستر بس انا متعود اخد ده اوفر ده. لا، الترتيب مين اللي بيحكم عليه؟ الفيرتيسيز الكورسبوندينج. قلت له طب يلا هنعمل كروس 900 باي 36. 900 باي 36 تطلع باي 36 32400. ماشي، ديفايد 25 ديفايد 25 يطلع الانسر ان الاريا بتاعت الترينجل اللي اسمه دي اي بي ايكوال عملناها ديفايد 5 طلعت بكام؟ 1296. موجوده 1296 ليتر سي. يبقى تاني يا معلم السؤال ده حلو والله حلو. ليه؟ هو جاب حته من السيميلاريتي، تثبت انت السيميلاريتي وترتب الريشيو. بعد ما تجيب الريشيو تجيب الكي، بعد ما تجيب الكي تجيب منها كي سكوارد، وتاخد بالك من الترتيب. ده هو اللي فوق يبقى ريته هي اللي فوق، ده هو اللي تحت يبقى ريته هي اللي تحت، وتاخد الريشيو كي سكوارد مش كي وتعمل كروس. خلصت المساله تمام. فيعتبر فيها مراجعه كمان على القديم او رابط الدروس القديمه بالدروس الايه بتاعت شهر نوفمبر. تعال نروح لنمبر 12. بيقول ايه؟ بيقول لك لو الريشيو بين البريمتر اوف تو سيميلار بوليجون 5 to 7. قلت له ماشي، يعني بريمتر 1 اوفر بريمتر 2 اللي هي كي ايكوال 5 اوفر 7. حلو، راح جاي قايل لك ايه؟ طب لو الاريا بتاعت الجريتر، وخد بالك بقى هنا هو ما حددش الاولاني اسمه ايه والتاني اسمه ايه، بس قال لك الجريتر. مين الجريتر يا جماعه؟ ال5 ولا ال7؟ ال7. يبقى اللي تحت اريته اهي. هات لي الاريا بتاع السمولر. فانا قمت عامل ايه؟
قلت له لا انا صحي لك، دي كي، انا هشتغل مع مين يا معلم؟ مع الكي سكويرد. يبقى دي هتبقى ب 25 اوفر كام؟ 49. حلو. نيجي بقى هنا الاريا الصغيره على الاريا الكبيره. بص 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 اهو اهو اهو، ده سمولر وده الجريتست. صح. تعالى بقى، يبقى السمولر على الجريتست ايكوال اريا السمولر على اريا الجريتست. بس يا معلم، او الجريتر عشان الناس بتوع الانجليزي بس. يبقى 245 ده باي 25 يطلع، يبقى هنا هنعمل ده باي ده وده باي ده، او بنعملها بحركه سريعه، ده باي ده اوفر ده على طول، اوفر 49. يطلع الاريا يا معلم بتاعت السمولر ايكوال 125 سنتيمتر سكوير. ليه؟ عشان دي سكوير، يبقى 125 اللي هي لتر ايه. خد بالك هو ما سماش، ولما ما سماش انت عرفت مين الكبير ومين الصغير منين؟ من الريشيو اللي بعديه. تعالى بقى دلوقتي للسؤال نمبر 13. بيقول ايه؟ بيقول the ratio between the two corresponding side of two similar polygons 3 to 4. يعني ايه؟ يعني انا عندي side 1 over side 2 equal 3 to 4. فنيجي نسأل واحد مين الصغير ومين الكبير يا حموكشة؟ اكيد ال 3 اقل منين؟ من ال 4، يبقى ده الصغير وده الكبير، ده السمولر وده الجريتر. حلو. فقال لك if the sum of the two areas ب 150. ده ايه ده بقى؟ اول مره اسمع السم بتاع الارياز ده. قال لي استنى بس اكتبها هنا كده وهنشوف دلوقتي. اريا 1 بلس اريا 2 بكام؟ ب 150. وخلي دي ايكويشن نمبر 1 خليها معاك في ايدك. قلت له حلو. وبعد كده قال لك then the area of the smaller polygon. قلت له لا استنى بقى، ده انا هجيب الاريا 1 اوفر الاريا 2 هتبقى مش بكي، هتبقى بكي سكوير. طب هو ده مين؟ قال لي لا ده سايد اوفر سايد، يعني ده كي. فكده انت اللي اعتبرت ان الايه ده السمولر وده الايه؟ الجريتر. طب ليه يا مستر؟ قلت له تعالى نجيب الكي سكوير، فيبقى اريا 1 اوفر اريا 2 لما تعمل سكويرنج 3 سكوير ده هتبقى ب 9، ودي هتبقى بكام؟ ب 16. بص بص، ده الصغير وده الكبير، يبقى ده الصغير وده الكبير، عشان لما يجي يطلب منك حاجه هو طالب مين؟ السمولر، يعني بيقول لك هات الاريا 1 من الاخر عشان انت اللي فرضت كده. ماشي؟ حلو. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل كروس، فيطلع 16 اريا 1 ايكوال 9 اريا 2. برضه فيها 2 انونز. ايوه 2 ايكويشن في 2 انونز يا معلم، بيتحلوا ازاي؟ رتب دي تحت دي اهو، 16 اريا 1 وهات دي جنبها عشان يبقوا زي بعض، 9 اريا 2 ايكوال مين؟ ايكوال 0. شايف دي بقى كده اسمها اريا، دي ايكويشن نمبر كام؟ 2. تحليهم سيمالتينيوس بالكالكليتر او تحاول تعمل سبستيتيوشن، ماليش دعوه، بس امسك الكالكليتر. مود، اختار كلمه ايكويشن عندك، يا نمبر 5 يا نمبر 3. اختار اول اختيار اللي هو فيه A X و B Y و C. حلو. فتروح جاي على دايس نمبر 1، اكتب لي الكوفيشنت. الكوفيشنت هنا بكام يا جماعه؟ 1 وهنا 1 وهنا 150. يبقى هنا 1 بعد كده 1 بعد كده 150. خلصت الاولى. اللي بعدها 16 ونيجاتيف 9 و0. قلت له ماشي 16 ونيجاتيف 9 و0. يطلع الاولاني ب 54 والثاني ب 96. يبقى الاريا 1 ايكوال 54 والاريا 2 بكام؟ ب 96. فهمت كده القصه دي؟ لا يا مستر ما فهمتهاش. ليه يا معلم؟ قال لي عشان الاريا دي انا ما اعرفش انت جبتها ازاي بالكالكليتر، تعال اشرحها لك بالكالكليتر، بس هو عايز السمولر اريا 1 تبقى بكام؟ ب 54. خلي دي معاك زي ما هي كده. قلت له كاتبهم قدامك، يلا معايا بقى بالكالكليتر. انت فاكر الايكويشن؟ قلت له هنعمل ايه؟ زي ما مستر قال المود. بعد كده قال لك اختيارات، الاختيارات هي هتختار نمبر كام؟ 5. ادي 5. يقول لك الاختيار الاولاني عشان فيه اكس وواي نروح نختار 1. لو انا فاكر الايكويشن صح، الاولاني كان 1 اهو، وده برده كان 1 اهو، عشان كانت اسمها A1 بلس A2 و150 اللي هي كانت بعد الايكوال صح. وبعد كده 16 بعد ما عملنا الريش، ودي كام؟ نيجاتيف 9 عشان كانت بره بوزيتيف دخلناها نيجاتيف. طب والاخيره 0 اهو، دوس ايكوال 54، دوس كمان ايكوال 96. انت عايز مين السمولر؟ 54. خلصت. يبقى كده فهمت بتحل ازاي 2 ايكويشن في 2 انونز. وده لما تحصل معاك مساله يبقى فيها 2 ايكويشن في 2 انون، اكس وواي، اريا 1 واريا 2، بريمتر 1 بريمتر 2، سايد 1 وسايد 2. اعمل كده 2 ايكويشن في 2 انونز. يبقى هو كان مديني السم ليه؟ عشان يديني ريليشن، وانا اعمل الريشيو فاجيب ريليشن ثانيه، بقوا 2 مع بعض فيهم 2 انونز، اريا 1 واريا 2. تمام كده يا معلم؟ تمام. هنيجي دلوقتي بقى لكويستشن نمبر 16، وده سؤال من الاسئله المهمه جدا، خد بالك منه. ليه بقى؟ اول حاجه الراجل قال لك البي اي بارل للدي سي. قلت له حلو، بارل وده معناه ايه؟ قال لي بما ان في بارل المستر قايلها يبقى في كورسبوندينج وفي الترنيتنج. قلت له طب حلو،
يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نكتب اهو الانجل دي قد الانجل دي، قلت له اهو الانجل دي قد الانجل دي ودي كومن، قلت له حلو. يبقى دول سيميلر ولا مش سيميلر؟ قال لي في تو ترينجل سيميلر، واحد اسمه اي اي بي بالترتيب، واحد اسمه اي دي سي. حلو. فالصغير على الكبير ريشيو بقى، فناخد اي اي اوفر اي دي ايكوال اي بي اوفر اي سي ايكوال 6 اوفر 10. ايوه هي دي بقى. فانا اقول له سنس ان التو تريانجل دول التريانجل الاول سيميلر للتريانجل الثاني بالترتيب اللي هو اسمه اي اي بي، والكبير اسمه اي دي سي. قلت له حلو. بعد كده يبقى معنى كده ان البي اي والدي سي الريشيو ما بينهم هي كي. قلت له ماشي، يبقى الاي بي اوفر الدي سي الريشيو ما بينهم 6 اوفر 10. طب ليه اخترت دول؟ ما هم اللي معايا في المساله. فتعمل دي ديفايد 2 تبقى 3 اوفر 5. دي مين بقى يا معلم؟ دي الكي. حلو. هات لي انت الكي سكوير ليه؟ عشان هو بيسال عن اريا، يبقى 9 اوفر 25. كده دي مين؟ الكي سكوير. الراجل قال لك انا عايز الاريا. بص بقى ابن اللذينه ده، الاريا بتاعت الاي بي اي اللي هو الصغير للاريا بتاعت الترابيزيوم بي سي دي اي. اعلمك انا بقى حاجه، هو احنا مش قلنا 9 تو 25؟ قلت له اه، يعني الحته دي 9 بارتس، 9 حاجه، 9 ام، حتى الام مش عايزه تتكتب، 9 ام. قلت له ماشي، 9 حتت. قلت له ماشي، ودي 25 بارت. ايوه يبقى كلها ب 25، شيل منهم 9، دي تبقى بكام؟ ب 16 يا معلم. يعني انا فهمت، يعني انت تجيب اريا 1 ودي اريا 2 الكبيره كلها ب 25 ام. ما انا ما اعرفش هي كام سنتيمتر، بس الريشيو 9 تو ايه 25. يبقى الباقي ايوه افتكرت انا حته الباقي دي اهو، الباقي بقى الفرق ما بينهم مش هي اريا الترابيزيوم ده؟ قلت له حلو. يبقى فوق 9 وتحت كام؟ 16. لما تيجي تحسب تطلع بكام؟ ب 9 اوفر 16 لتر سي بس. مستر طب امال امتى اقول 9 اوفر 25؟ لو قال لك اريا التريانجل الصغير على اريا التريانجل الكبير ساعتها تاخدها 9 اوفر 25. ماشي يا عم الحاج، دي فكره حلوه. تمام. انا بعدي طبعا شويه حاجات تعبيطه كده. تمام. ليه؟ سهل. تمام. طبعا الشيت ده هنبعته لك بالانسر بقى، انت تقعد تحل تاني بايدك ومع الفيديو. In the opposite figure, if the area of the shape ACDE 3 times the area of EBD. عايز البي سي. قلت له لحظه كده معلش، الشيب ACDE ACDE الحته دي 3 parts 3M. قلت له ماشي. منين؟ من الاي بي دي اللي هي دي. قلت له حلو، يعني دي ام، ما نعرفش بس هي ريشيو 3 تو 1 اريات. قلت له حلو. تعالى بقى هنا وعايز البي سي. قلت له طب لحظه كده، هو احنا اصلا عندنا حاجات سيميلر؟ قال لي طبعا عندنا حاجات سيميلر. قلت له ازاي؟ قال لي بص يا معلم، التريانجل الكبير فيه انجل 90. قلت له ماشي، والتريانجل الصغير ده فيه انجل 90. قلت له ماشي، طب ليه ما تاخدش الصغير ده؟ قال لي هو ده تريانجل اصلا يا اهبل؟ قلت له ماشي ما تشتمش بس اهو، تعالى هنا، يبقى ده تريانجل صغير يا اهبل. بعد كده هل في حاجه كومن بين الكبير والصغير؟ البي. ايوه اصحى بقى. يبقى معنى كده ان انا عندي التريانجل الصغير اللي اسمه بي دي اي سيميلر للتريانجل الكبير. يلا بالترتيب، البي قدها بي لان هي كومن، الدي ب 90 قدها الاي ب 90، والباقي اسمه سي بس. تعال نعمل ايه؟ هو عايز البي سي. قلت له ماشي، فين البي سي هنا؟ اهي. يبقى قصادها مين هنا؟ بي اي. هو مديني البي اي؟ مديهولي ب 5. يبقى البي اي اوفر البي سي ايكوال كام؟ بي اي ما نعرف، بي اي ب 5 البي سي. ايوه بس يا معلم انت عارف لو جبت لي الكي اقسم بالله حل فريره. طب يلا نعمل ايه بقى؟ هو مديني معلومات عن الاريا. فهمتك. طب تعالى هات لي اريا 1 اوفر اريا 2. قلت له ماشي، اريا 1 بتاعت الصغير اوفر اريا 2 بتاعت التريانجل الكبير كله اسمها ايه بقى؟ ام اوفر 3 ام اللي هو كان الباقي بلس الام، فبقت ام اوفر 4 ام. ايوه فهمتك، يعني 1 اوفر مين؟ 1 اوفر 4. ما الام تروح مع الام. مستر طب ال 1 اوفر 4 دي كي ولا كي سكوير؟ قلت له لا دي اريا اوفر اريا، يبقى دي كي سكوير. هات الكي خد الروت يبقى 1 اوفر 2. بس يا معلم خلصت. يبقى 5 اوفر بي سي ايكوال 1 اوفر 2 كروس مالتيبليكيشن يطلع البي سي ايكوال كام؟ ايكوال 10. ماشي يا معلم.
بنت جنيه، مساله والله العظيم حلوه قوي. ليه؟ عشان السيميلاريتي، عشان البوليجون اللي هو مديهولي، مديني حته الباقي ومديني الثانيه دي، وانت تجيب تجمعهم مع بعض يدوني 4. هو ده القصه. سؤال حلو. نيجي ليه برضو نفس الفكره والله يا كابتن. ليه؟ عشان انت هنا برضو هتعمل ايه؟ هقول ان دول سيميلر. مين اللي سيميلر يا مستر؟ الكبير والاثنين الصغيرين. على فكره الاثنين الصغيرين هنا لان ده اكليتي. قلت له حلو. طب ما ده 3 كي وده 4 كي، يبقى ده كام كله على بعضه؟ 5 كي. 3 بارتس 4 بارتس 5 بارتس بايثاغورس. قلت له ماشي. هو بيقول لك لو الاريا بتاع الاي دي سي، اي دي سي اللي هو هنا ده بكام؟ ب 160. تعرف تقول لي الاريا بتاعت الاي دي بي؟ قلت له ماشي، هنسميها اريا 1 او اريا. يبقى انا دلوقتي بجيب سيميلاريتي بين التريانجل ده والتريانجل ده. فكر. قلت له ماشي، نرتبهم. قال لي فاكر الالفا والثيتا وال90؟ قلت له صح. 90 ودي ثيتا، تبقى دي مين؟ الفا. تبقى دي مين؟ ثيتا. تبقى دي الفا. رتبهم، رتب الصغير ده مع الصغير ده. قال لي مستر طب ما احنا ممكن نشتغل بالطريقه بتاعتنا. بتاعت ايه يا معلم؟ قال لي مش احنا كنا بنقف هنا كده ونقول الصغير باي الكبير ايكوال الصغير؟ فاكرها؟ بس ممكن نشتغلها تريانجل دلوقتي اسهل بكتير. يبقى تريانجل الاول اكتب واحد اسمه بي دي اي. بي دي اي سيميلر للتريانجل التاني. يلا معلم، مش دي سيتا؟ قلت له مين السيتا اللي هنا؟ الاي. نحط هنا ايه. قلت له ماشي. الدي ب 90، مين هنا اللي ب 90؟ دي برضه. مين اللي باقي هنا؟ السي اللي هي بالفا. 90 سيتا الفا. قلت له ماشي. نبدا بقى هنا. انت اولا انت معاك السايد اللي اسمه اي بي. قلت له حلو. مين اللي قصاده هناك؟ الاي سي اهو. يبقى الاي بي، بص خد بالك انا بشتغل على اللي معايا في المساله، على الاي سي، مش هجيب الريشيو كلها. فالاي بي بكام؟ ب 3 كي. طب الاي سي بكام؟ ب 4 كي. الكي تروح مع الكي يطلع الانسر بكام؟ ب 3 اوفر 4. هي دي السيميلاريتي ريشيو. طب والاريات؟ لا ما بتشتغلش مع الكي، بتشتغل مع الكي سكواد. طب يلا، يبقى 9 اوفر 16. يبقى اريا الصغير على اريا الكبير ب 9 تو 16. حلو. طب مين الصغير فيهم؟ الاي دي بي اللي انت عايزه. فالاي دي بي اللي هو كان فوق اللي هو فيه الاي بي. ماشي. يبقى اي دي بي الاريا بتاعته اهي اوفر الاريا بتاعت التريانجل التاني اللي هو اي دي سي ايكوال 9 تو 16. شوف مين معاك ومين عليك. يلا دي معانا؟ لا دي عايزينها. ماشي، يبقى اريا بتاعت التريانجل اللي احنا عايزينه اي دي بي اوفر اريا دي الاي دي سي معانا ب 160 بس يا معلم. ايكوال مين؟ 9 تو 16. تطلع ب 90 طبعا، وانت فاهم ليه. ماشي. بس ما علينا، اهو انهم عاملين ايه زي الناس الهبله. 9 باي 160، 9 باي 160 اوفر 16. طبعا هيطلع الانسر بكام؟ ب 90. يبقى الاريا اللي انت بتدور عليها يا معلم بكام؟ ب 90. شكرا. ماشي. طب مستر كل ده ليه؟ ما انا كنت خدت ال 3 اوفر 4. ما هو الترتيب بقى، الترتيب بقى يا معلم. ما هو انا كان عندي دي كمان ب 5. عشان كده لما كنا بنيجي نشتغل في الجزء بتاع اكليديان كنت بقول لك خد بالك من الترتيب. 90 سيتا ايه؟ الفا. ماشي. ده سؤال حليناه في الكلاس شيت، هتبص تلاقيه موجود في الكلاس شيت بتاعك بتاع الدرس ده. روح دور عليه. تعالى بقى للموضوع ده. الموضوع ده هيجي لك فيه سؤال، يعني هيجي لك سؤال مفيش تفاهم. ايه بقى يا مستر؟ اول حاجه هنا انت عندك شويه باراليل لاينز. حلو. وهو عامل كده، دي قد دي قد دي. قلت له الحمد لله تبقى دي قد دي قد دي. خلصت ايه يا معلم؟ ده في اكس وفي واي اهو. اصبر بقى. مش ده قد ده؟ يبقى ده ايكوال ده. طب اشمعنى دول؟ عشان فيهم اكسات بس، فيهم 1 انون هعرف احلها. قلت له طب حلو يلا حل لي بقى دي. قال لي يبقى الاكس سكواد ماينس ال4 ايكوال 4x بلس 1. جمع دول هنا يبقى اكس سكواد ماينس 4 اكس نيجاتيف 4 ماينس 1 يعني نيجاتيف 5 ايكوالز كام؟ 0. حل دي بالكالكوليتر. مود 5 كام يا معلم؟ حافظها انت دي. مود 5 3 كام؟ 1 نيجاتيف 4 وهنا كام؟ نيجاتيف 5 ايكوال 5 ايكوال نيجاتيف 1 اكس ب 5. طب الاكس ينفع تبقى بنيجاتيف 1؟ قلت له لحظه كده، نيجاتيف 1 باي 4 لا ما تنفعش. ليه؟ هتخلي لي الحته دي بالنيجاتيف وده ما يصحش. يبقى الاكس ب 5 والاكس بنيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 ايه؟ ريفيوزد. ما برفضش حاجه من دماغي. ماشي. المهم الاكس ب 5. طب خلاص يا مستر، طب مش ده
خليه بلون تاني اهو. مش الازرق ده قد ده؟ قلت له حلو. يبقى الواي بلس ال4 ايكوال ال4 اكس بلس ال1. مش الاكس احنا جبناها ب 5 خلاص؟ قلت له اه. يبقى واي بلس ال4 ايكوال 4 باي 5 بلس ال1 يعني 21. يبقى واي بلس 4. يبقى واي ايكوال 21 ماينس 4 تطلع 17. بس 17 5 و17 5 و70. الواي ب 17 اهي مفيش غيرها. ماشي يا عم الحاج. فهمت انا كده. دي بتاعت تالت ثيرم دي حلوه قوي. اللي بعده ده سؤال جميل برضه. يجي واحد يقول اهبل اهو. بص اللهبل اللي جاي ده يقول لك دي ب 90 ودي ب 90. عرفت منين؟ قول لي عرفت منين؟ ما احنا قلنا ال 90 او البارل ما تشوفهاش بعينك. امال اعمل ايه؟ يا اديها لك جيفن في المساله يا تثبتها، وانا مش هثبتها طبعا، انا مش فاضي للكلام ده. حلو. تعالى معلم تاني. ها، الراجل بيقول لك ان ده اوبزيت فيجر دي اي بارل للبي سي، وقلت له واضح. عايز ايه؟ عايز الاكس. طب وهي الاكس دي هنجيبها منين؟ يا معلم مش دول بارل؟ قلت له يبقى دول بارتس مقطوعه. ده بارت مقطوع، ده بارت مقطوع، ده بارت مقطوع، ده بارت مقطوع. يلا يا باشا هات الريشيو. اعمل ايه؟ 12 اوفر 8. ايه ده على طول كده؟ اي دي اهو والله اللي كتبت اوفر دي بي صغير على صغير ايكوال مين اللي قصاده هناك؟ اي اوفر مين هناك؟ اي سي. دي سي دي ولا ايه؟ سي. ماشي. نبدا. ها، الاي دي بكام؟ ب 12. الدي بي ب 8 ايكوال الحته دي بكام؟ ب 2 اكس بلس 5 اوفر ها دي كام؟ 10. نعمل كروس مالتيبليكيشن ونشتغل. وفي الطريقه اللي انا علمتها لك في الحصه بتاعت شيفت سولف، بس دي علي الفارمرز فما تعملهاش. ماشي؟ عايز تعملها بقى ادور بقى عليها انت. بس احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ده باي ده وده باي ده. يبقى 12 باي 10 ايكوال 8 باي 2 اكس بلس 5. عشان ننجز في المهمه نودي دي هناك. يبقى 12 باي 10 اوفر 8 ايكوال 2 اكس بلس 5. قلت له ماشي. تعالى نحسب. دي 120 اوفر 8 ب 15. يبقى 15 equal 2x بلس 5. ودي ال 5 دي هناك يبقى 10 equal 2x. يبقى ال x equal 5. ثانك يو. سؤال ابن جنيه عادي جدا. بص الصغير على الصغير ايكوال الصغير على الصغير. مستر ده من غير سيميلاريتي ليه يا ابني؟ وجع القلب ليه؟ ما هو مديها لك اهي خلصت اهو. بص ده اوفر ده اللي زي هناك اوفر ده، بس الجزء المقطوع من ده الجزء المقطوع من ده بالترتيب وخلصت. اللي بعديه برضو سؤال حلو يجي في امتحان عادي جدا. ليه؟ عشان هو مقسم الموضوع. الراجل بيقول لك انا عايز الاتش اف. مستر الاتش اف قصدك اللي هي دي يعني؟ قلت له فين؟ اللي هي دي مثلا. قلت له حلو. طب ودي نجيبها ازاي بقى يا مستر؟ قلت له بص يا معلم، اولا دي واقفه في زورك. ليه؟ من غيرها مش هعرف اعمل حاجه. مستر طب ما انت هتشتغل الصغير مع الكبير. قلت له طب ماشي. طب وهنا الصغير هنا الكبير بقى بكام؟ ما هو الاكس دي هتقف في زوري. طب اعمل ايه بقى دي؟ قال لي ايوه بص بقى، مالكش دعوه بالحته دي دلوقتي، مسالتين اهم. دي هات منها الاكس وبعد كده تلاقي المساله اتحلت. قلت له طب يلا. هنا الاكس اوفر 11.2 يبقى اكس اوفر 11.2 ايكوال ال 3 اوفر ال 7. كروس مالتيبليكيشن نجيب لك الاكس اهو. يبقى 11.2 باي 3 حلو اوفر 7. يطلع الاكس ده برقم 4.8. يبقى الاكسايه دي يا جماعه ب 4.8. نحط هنا مين؟ 4.8 بس. تعالى بقى نجيب بقى الاتش اف دي او قصتها ايه اهي، عشان ساعات بيديني اكس وواي فالسالكه توصل لها الاول. نيجي هنا ممكن اقول ان ده بارل لده واشتغل الحتت الصغيره دي اهي. يلا يبقى 3 اوفر اتش اف. قلت له ماشي. يبقى 3 اوفر الاتش اف ايكوال الصغير هنا بكام؟ 4.8 اوفر ده بكام؟ 6. طب مستر انت عملت كده ليه؟ اهو بص شايف اللاين ده؟ انا بدات من عنده خدت ده اوفر ده. قلت له ماشي. نيجي هنا من عندي نفس اللاين ناخد ده اوفر ده بس يا معلم. طب مستر كنا ممكن نشتغل مع الكبير. كنا ممكن نشتغل مع الكبير. ما الاكس حلت المشكله خلاص. كروس مالتيبليكيشن يبقى 3 باي 6 ب 18. يبقى 18 اوفر 4.8 تطلع 15 اوفر 3.75 اهي. اكتبها تاني اهي. يبقى الاتش اف عباره عن 3 باي 6 اوفر 4.8 بالكالكليتر. يطلع الانسر بتاع حضرتك 3.75. فهمت بقى؟ يبقى الانون فين؟ دي
دي اللي حلت الموضوع كله. طب جبتها منين؟ من هنا يا معلم، قسمت المساله حته اهي وخلصت، وبعد كده رجعت للحته دي. ماشي؟ ماشي. اللي بعديه يجي الراجل يقول لك ان ده اوبزيت فيجر دي اي بارل للاي سي. قلت له حلو، وراح جاي قايل الاي دي بكام؟ اسمع دي بقى، الاي دي اللي هي الحته دي. كل مره بنسى. ماشي. الاي دي اللي هي الحته الصغيره دي سميها اكس. طب والكبير ب 10. قلت له بص بقى انا اعلمك حته رايقه. قلت له قول. قال لي الاي دي ده حته صغيره. قلت له ماشي، اوفر الكبير الجيفن بتاعك. قلت له صح، الاي بي ايكوال. بص بقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا خدت الحته الصغيره دي على الحته الكبيره دي. قلت له ماشي، تعالى بقى تحت ناخد الصغيره برضو بس على الكبيره. يبقى 2 اوفر كام بقى؟ قول انت. 2 اللي هي السي اي، اكتبها الاول حروف اهي ماشي عشان انت تاخد بالك. سي اي، ادي السي اي اوفر الكبيره اللي هي مين؟ سي بي. طب وجبتها ازاي كده يا مستر؟ ما هو انا فاهم دلوقتي ان دي الصغيره وانا معايا الكبيره، اشتغل صغير مع كبير. فهنا جزء مقطوع على الجزء الكبير كله. طب هنا جزء مقطوع على الجزء الكبير ايه؟ كله. ليه؟ عشان ده بارل ده، فده اتقطع بارتس وده اتقطع بارتس. حلو، دي اسمها ايه؟ الانترسبتد بارتس. طب يلا نعوض. اي دي ما اعرفهاش، هنسميها اي دي. طب الاي بي، الاي بي كله على بعضه ب 10. ماشي. ايكوال السي اي بكام؟ ب 2. طب السي بي كلها على بعضها 5. كروس مالتيبليكيشن 20 اوفر 5 يبقى الاي دي ب 4. اهي عملت ايه يا مستر؟ عملت ده باي ده اوفر ده، يبقى الاي دي ايكوال 2 باي 10 ب 20 اوفر الباقي 5، يطلع ب 4. شكرا. ماشي. سؤال برضو جميل، بس خد بالك الحته الصغيره مع الكبيره والكبيره مع والحاجات دي. حلو. تعالى بقى هنا سؤال للطلبه الشاطره. بيقول ايه؟ بيقول لك دلوقتي انا عندي ax بلس ay، ax بلس ay، الحته دي بلس الحته دي. ده حتتين بعاد خالص. وهنا ab، قلت له ماشي الكبير، ac الكبير برضه ايكوال 3 اوفر 5. عايز ax اللي هي الحته دي بكام؟ قلت له بص، هي دي مش شكل ريشيو، دي تجميعة ريشيو. قلت له يعني ايه تجميعة ريشيو؟ قال لي فاكر لما كنا بنقول ax over ab لو هو equal ay over ac equal 3 over 5، فكنت تقول لي لو جمعت النيميريتور وجمعت الدينوميريتور دي ما تتغيرش. هو جمعهم فكهم انت. يعني الاي اكس اوفر الاي بي هتبقى ب 3 اوفر 5. قلت له بس خلاص يا معلم انت حليت اهو. مستر ده معناه ان الاي اكس اللي انا بدور عليها اوفر الاي بي اللي اسمه اي اكس بلس 3 ايكوال 3 اوفر مين؟ اوفر 5. طب ما تسميها اكس او سميها اي حاجه ثانيه عشان ما تلخبطش. لا يا عم هي كده حلو، اعمل كروس يلا. فيبقى 3 في براكت، قلت لك الكلام ده عشان ما تنساش حاجه، ايكوال 5 باي اي اكس. 3 باي اي اكس ب 3 اي اكس، 3 باي 3 ب 9، وادي 5 اي اكس. حلو كده؟ ايه ده بقى؟ وادي دي هناك. هنا 3 هتروح كده، يبقى 5 اي اكس يطلع عندي الاي اكس 5 اي اكس ماينس 3 اي اكس ايكوال 9. يعني 2 اي اكس ايكوال 9. يعني الاي اكس ب 4.5. سالكه سالكه. اللي بعديه ماشي، نفس الموضوع تقريبا اهو، بس الراجل عمل حركه، قال ان دي قد دي. قلت له يا باشا مش هنساها لك الحركه دي، والله ما هنساها لك. هتعمل ايه يعني؟ قلت له هعمل ايه؟ هسميها ال، هسمي دي ال واسمي دي ال بس خلاص واشتغل. ايه ده؟ طب ما كده هيطلع حاجات يا باشا. اشتغل مالكش انت دعوه بقى. يبقى الاي واي اوفر الواي سي ايكوال الاي اكس اوفر الاكس بي. عوض. الاي واي اسمها ال، الواي سي اسمها 12، الاي اكس اسمها 3، الاكس بي اسمها ال. كروس مالتيبليكيشن يبقى ال سكوارد ايكوال 3 باي 12 يعني 36. يبقى ال سكوارد ب 36. يبقى ال بكام؟ ببوزيتيف 6 عشان هي سايد. بس يا معلم انت عايز مين؟ قال لي انا عايز الاي سي. فين الاي سي؟ بص بقى ابن لذين كان هيسيبك تغلط وتروح تختار دي ب 6. الاي سي كله على بعضه بكام؟ ب 6 بلس 12 يعني كام؟ 18. هو طيب كمان ما جابش ال 6 في الاختيارات، خدت بالك؟ ماشي.